مورا النص ديال الليل سمعنا شي صوت برا. اسامه قال لي كتسمع راه كتهضر. طليت من الشاشه بان لي شي حد واقف في الزنقه قدنا في الضوء، الشعر ديالو بني وطويل. قلت لي كاين شي حد تما. فجاه سمعنا الخبط في الباب ديال الدار بحال شي كلب باغي يدخل. الغواز الزاج كيتهرس واصوات حيوانات مخيفه. باش سكت داكشي ماما قالت لي مورا الباب بصوت هادي وكيخلع ما تدخلش، عيط للبوليس. غادي نرجعكم معايا ل 2008 وبالضبط في الصيف. انا وصاحبي اسامه كانت عندنا 10 سنين. والدينا كانوا مبرزطين مع هاد الازمه الاقتصاديه اللي كانت جايه ديال الفلوس ما علينا، ولكن حنا ديك الساعه كنا مسالين بحكم انه كانش باقي لنا غير 2 سنوات المدرسه. كنا كنحاولوا نستغلوا داك الوقت اللي بقى لينا احسن استغلال. كنا كندوزو اغلب وقتنا برا باش نلقاو بعض من الصداع ديال الدار وداك الشكا ديال الوالدين من المصاريف وكذا. انا واسامه كان عندنا واحد البي اس بي او اللي بالاحرى واحد الماكينه ديال الالعاب. كنا كنبقاو لاعبين فيها ليل ونهار. كنا ديك المدينه ديالها الطوب كنا كنبقاو نديرو فيها نهار والعشاء. كنبقاو نجمعو في القراعي باش نشريو بهم الحلوى من المحطه. وقيلا من درس تعلم شويه غسيل اليدين هو فاش كنت كنقيس الالعاب بيدي اللي لاصقين بلاصه. كان وقت زوين صراحه. مره كنمشيو للواد باش ندخلوا البنات اللي كيكونوا دايرين الرحلات قبل زعما ما وصل المخيم ديالهم. كنا كنمشيو نخلعوهم، كنا كنتخباو وسط الشجر نديرو بلاصتنا حيوانات مفترسه زعما نبقاو نغوتو هكذا. راك فهمتوني شنو قصدت. كنا راجعين من ديك المخيم فين كانوا الدريات، ولكن ما لقينا حتى شي بنت هاد المره. بقينا خاوي، بقينا غير كندورو ونشوفو داكشي اللي خلاو. قلبنا واحد الكوخ كان تما كاين ديال المطريال وما لقينا حتى شي حاجه، ولكن لقينا واحد مشبك وقيلا سميتو اللي كيجمعوا به الدريات شعرهم. المهم مشبك بلاستيكي غوز في واحد اللعيبه بحال نواره زرقاء. اسامه قال لي كنتوقع يكون هذا ديال ايميليا حيت كيبان لي فيه شعر شقر. قلت لي لا، شعر قصير غيكون ديال دانيال. بقينا كنتناقشوا درنا تحدي، شدينا في يد بعضياتنا واتفقنا غالبا غنساو هادشي منا اليومين، ولكن على الاقل لقينا من نديرو. وزيدوا من داك البي اس بي ديالو كان غالبني في الصيف. داكشي علاش انا عاود نغلبو انا هاد المره. المهم وحنا راجعين مع الواد سمعنا واحد الصوت بحال شي جرو صغير كيغوت. شفنا جيت الواد وبانوا لينا 6 ديال الجراو اللي هما ماشي بالاحرى جراو ولكن دياب صغار كيقطعوا الماء، ومعاهم امهم. كانوا هما 5 وبامهم هما ولاو 6 ياك. الكبيره كانت خايفه وكتغوش على ولادها. كلهم قطعوا الواد الا واحد بقى جالس فوق الحجر كيشوفني ما خايف ما كيبكي غير جالس. اسامه دار لي الاشاره باش نسكت. قربنا منه شويه ولكن تخلعوا وهربوا كاملين، وبقى داك الصغير ديال الذئاب بوحدو تما. قلت لي غاب شويه واش كيبان لك مريض؟ قال لي يمكن مات شتو ما كيتحركش. قلت لي لا راه شوف راه كيرمش بعينيه. بقينا كنتسناو الام ديالو ترجع ولكن ما رجعاتش. قربنا ليه بزاف. كان داك الصغير ديال الذئب كيشوف فينا وما كيتحركش. كيبان صحيح عينيه كلمه والفرو ديالو نقي. بقى كيشوف فيه بعينيه الصفرين بحال اللي كيحاول يفهم انا اش من النوع ديال المخلوقات. فجأة وقف على رجلي الورانيين. وسام فرح وقال لي يا ويلي شحال كيوت. قلت لي علاش واقف بحال ما هكا؟ راه الذئاب يعني معروفه كيمشي على 4 رجلين يعني زعما كيفاش هو. وسام شاف فيا وما كانش مسوق. خدا داك اللي قلت لكم اللي كيديروا الدريات داك المساك
ولا المساك ولا شنو سميتو، هذاك دارو على لصقوا ليه في ودنو. المهم حيد الصباطو ودخل الواد، كيف قلت لكم مركب لداك الديب هذاك المهم ضحك وقال لي شوف ولا اجمل بنت في العالم، حيت داك الصغير الديب كانت انثى، وقال لي شوف راه ولات اجمل بنت في العالم. هنايا الدئب اللي سميناه جيسيكا ولا الدئبه تفاعل، بدا كيلهج بالجد، بقى كيدور على راسو، بدا كيخرج شي اصوات بحال عجبو الحال. دوزنا النهار كامل معاه وفهمنا بلي مو ما غاداش ترجع، وهو بدا كيشبعنا في الماء. مشينا عطينا الماكله وبدينا كنحاولوا نعلموه شي حركات انا واسامه. ما كانوش عندنا الكلاب في الدار، فكان هذا بالنسبه لينا بحال الكلب او حيوان اليف زعما مجاني. المهم كنا عارفين ما نقدروش نديو للدار، والدينا كانوا في حاله خايبه، ماما خسرات خدمتها وكيفكروا باش نتشاقلوا، الوالدين ديال اسامه كانوا هما مقاتلين باش ما يسدوش ليهم الحانوت ديالهم. وديك جيسيكا ولا الدابه الصغيره ولفنا عليها بزاف، كانت كتشبعنا في الماء. مشينا مره كيوقف على رجلي ورانيين بحال زعما كيقلدنا، كان كيموت بالضحك وهو كيحاول يتوازن. اسامه بدا كيهز معاه بدا كيهزو معاه في الجيب ديال القبيه ديالو. غادا لي واحد البلاصه برا واحد الطارود الزبل حتى واحد الحانوت تماك، المهم بعيد على الخطر. درنا لي واحد بحال العش بديك القبيه ديال اسامه. قبل ما نمشي نزلت عنده وقلت لي غدا نرجعو عندك واخا. دار واحد الصوت وميل راسو وسكت، وشفت فيه مزيان وقلت لي بصوت خافت واش كتفهمني؟ غير ميل راسو وحرك الديل ديالو. اسامه سلم عليه، هز لي يديها وسلم عليها ويقول لي شكون الزوينه؟ تجي هي الزوينه. جيسيكا ولاش بحال بنادم، ولاش معانا في الايام اللي جايه. هاد الدئبه ولا العالم ديالنا كانت بحال شي قطه كتنقد فارا بسنانها وكتقلق الا خسرنا لها الفرو ديالها. كانت كتعلم الحركات بالزعبه بحال اللي كتفهم الكلمات ماشي غير الاشارات. حاولنا حتى نعلموها تهدر يعني حنا صغار يعني مستوى الوعي عندنا. واحد النهار اسامه كان شاد ليها طريف ديال اللحم وكيقول لها دوي. عرفت الشيء يجيكم غريب ولكن يكملوا القصه وتصدموا في الاخر. فاسامه كيقول لها هضري. جيسيكا وقفت على رجليها وبدات كتشوف في اسامه، لسانها دخل وفمها تجمع ورجليها مبقاوش كيترعدوا، ولات متمكنه من الوقفه. خرجت واحد الصوت بحال النبيع، بحال العواء. هذا شي بزاف ديال المرات. نزلت لعندها وقلت لها يلا جيسيكا دوي جيسيكا. حلات فمها وقادات الحلقه ديالها وخرجت واحد النفس بالجهد. والله العظيم الا تسمعش بحال هلا والله. وسما طار بالفرحه بدا كيحاول يعلم سمياتنا السميات ديال المدينه. كانت كتحاول وكانها بغات تخرج دوك الكلمات من اعماق القلب ديالها. كنا كنحسوا بها وحده من العائله ماشي غير حيوان وصافي. واكثر حاجه كانت كتفرحها هي فاش كان اسامه كيقول لها انت اجمل بنت في العالم. هنا تبدلات الاوضاع. جيسيكا بدات كتكبر وبدات كتولي جريئه بزاف، كتخرج للزنقه. قررنا نبدلو ليها البلاصه وديناها لديك الكوخ ديال الكشافه اللي قلنا لكم كان في الماتريال قبل. كنا كنشفروا ليها الماكله من ديورنا
لاحظت بلي جيسيكا بدات كتحاول تخدم يديها باش تاكل، وكانت كتعصب فاش مكتشطواش ليها بحال يدينا. ولكن بديت كنلاحظ شي حاجات غريبه. وسما ما كانش كيشوف كيفاش كانت كتشوف فيه فاش كيعطيها بظهرو. الوقفه ديالو ولات طبيعيه بزاف، مبقاش كتبان ديابه، ولات كتبان بحال شي بنادم صغير لابس كسوه ديال الحيوان. واحد النهار لقيناها مريضه بزاف، والفرو ديالها كيطيح بزاف، ولسانها خارج وعينيها دابلين. وسما بقى معاها النهار كامل كينسى عليها. انا مشيت لبلاصه الواد فين لقيناها اول مره. كانت ديك البلاصه فيها واحد الجو غريب، طيور ساكت، الماء كيدور في دوائر، والحجر مستكشف بطريقه غريبه. ما فاتش الوقت بزاف، جيسيكا حتى هي غبرات، ما لقيناش ليها الاثار. مورا سيمانه عيطت ليا ماما بسميه كامله. عرفت بلي كاين شي مشكل. كانت كتقول لي ابراهيم. المراه قالت لي ابراهيم وراس المقله. المهم عرفت بلي كاين شي مشكل. ياك دخلت للبيت لقيتها جالسه فوق الفراش وشوف واش قاصه. قالت لي شنو هاد الروينه اللي داير هنا؟ شعل الضو، زيت واحد البيت صغير طويش بيه تا تحت الناموسيه، وانا القضيه لقيت الكريشه خناشي ديال الشيبس، فريتشيش والعارم ديال الفرو بزاف ديال، والشكره ديالي اللي كان جيسيكا كنعس فيها كانت تما. ما صحاب ليها جبت شي حيوان ميت للدار، مخلوع كيفاش دخلت لهنا وحنا ما عندناش فتحه ديال الكلاب زعما فين باش يدخلوا. فاش مشيت عند اسامه لقيت حتى هو جاي كيجري وجهه صفر. قال لي كانش عندي البارح في البيت، كانت مريضه بزاف. قلت لي شنو كيفاش مريضه؟ قال لي بصوت خافت، ما بقاتش فيها حتى شي زغبه، وجهها ولا غريب، ما بغاش يشرح لي اكثر. مشينا عند واحد الطبيب، فاش عاودناها ليه وجهه تبدل. كيحسب لي داك الذئب مسعور ولا ديك الذئبه مسعوره، وخاف علينا. عيط لوالدينا وجاو الصيادة بالاسلحه ديالهم، بقاو سادين علينا حنايا فين كاين الطبيب. بقينا معاه تماك ومشاو كيقلبوا عليها. في الليل الصيادة رجعوهم فرحانين، قتلوا بزاف ديال الذئاب، ولكن وسام قال لي ما كاينش وسطهم، ما كايناش وسطهم جيسيكا. انا عارف ديك الليله وسام بقى ناعس عندي، كنا خايفين. مورا النص ديال الليل سمعنا شي صوت برا. وسام قال لي كتسمع راه كتهضر. طليت من الشاجر بان لي شي حد واقف في الزنقه قدنا في الطول، الشعر ديالو بني وطويل. قلت لي كاين شي حد تما. فجاه سمعنا الخبط في الباب ديال الدار بحال شي كلب باغي يدخل. من بعد سمعنا شي حاجه كتمشي فوق السطح. وسام تخبى تحت الناموسيه وانا مشيت كنجري عند بابا. فاش دخل البيت بالهراوه لقى الشارجه والفتحه ديال السطح محلوله. فجاه سمعنا اسامه كيغوش، راه هي هنا، راه هي معايا هنا تحت الناموسيه. نزلت على الكابيه باش نشوف، شفت وجه طويل بابتسامه ديال الكلب واصله حتى الودنين، جد البنادم فوق منه الزغاب بني قليل وعينين صفرين كبار. كانت متكمشه حدا اسامه وكتمسح الريق ديالها بحال كتقول، بحال كتاكل شي حاجه بنينه. فتحت فمو وخرجت واحد الصوت بحال كتقرع وقالت انا اجمل بنت في العالم. انا وقعت الروينه، قفزات بجد وضرباتني حتى طاحت في الارض. بابا شدها من شعرها وهي كتعض وكتغوش. اصوات مرعبه. ماما سدت الباب وبقاو كيتضاربوا لداخل، الغواز الزاج كيتهرس واصوات حيوانات مخيفه. فاش سكت داكشي ماما قالت لي مورا الباب بصوت هادي وكيخلع، ما تدخلش، عيط للبوليس، قول لهم وقعت حادثه. بابا مشاو لي جوج صبعان ومشات لي عين في داكشي اللي ناض في داك الدار. ماما تشرطت لي يديها، البيت كله ولا دم. وسام بقى تحت الناموسيه حتى جاو خرجوه. ما بغاش يطلع على داكشي اللي شاف. الحاجه الوحيده اللي اكد لي هي باقا دايره داك المساك الوردي اللي الغوز اللي كان داير لصقوا لها في ودنها. دازت 20 عام الى هاد الواقعه.
رحالنا من تما وبقينا كنهضروا على داك الشيء. ولكن هذا عام وسما صيفط لي تصويره من الحشيفال لواحد الحشيفال في ديك المدينه فين كنا. في الجنب ديال التصويره كانت كنيسه وحدها واقفه، واحد المراه قصيره وزوينه بزاف، عندها شعر بني وعين صفراء كيشالو. وفي نظركم شكون غتكون؟ كتبوا لي في الكومنتيرات. الا وصلتي لهنايا ما تنساش تخلي معاك شي لايك، متابعه، وبيس انت الله.